تيجي غامقه من غسيل المواعين، جربتي حاجات كتير جدا وبرده مش جايبه معاكي نتيجه، عايزه حاجه على قد الايد، تعالي بقى اقول لك، يبقى الفيديو ده ليكي. اهم حاجه كده لو انت اول مره تشوفيني اضغطي على اللايك واشتركي في القناه عشان باذن الله يوصل لك كل جديد، واهم حاجه ان انت تنزلي في الكومنتات تصلي على النبي، وان شاء الله هتاخدي احلى نتيجه. عايزه ايديكي تبقى ناعمه وبيضه وفاتحه وكمان تكون متوحده، يبقى تعالي بقى اقول لك على الوصفه اللي مش هتكلفك عايزه اقول لك ولا اي حاجه خالص، بس النتيجه بتاعتها نينجا من اول استخدام. بصوا كده يا حلوين، اول حاجه معايا قشر الخيار، شايفين كان معايا خياره كده وبشرتها، شايفين كده بالمنظر ده. طيب بصوا مش عايزه اي حاجه تكون ناشفه خالص بالمنظر ده. ده بقى بيعمل ايه في الايد؟ طبعا هينعمها لك، هيخلي ايدك عامله زي ايد البيبيهات فعلا، نعومه وترطيب، ومن اول استخدام هتشوفي النتيجه تحفه، بدل ما كنت هترميه هتخلي ايدك بتلمع من قشر الخيار ده. طيب ومعايا كمان ايه بقى؟ طبعا معايا برده الليمون. الليمون بيعمل ايه؟ طبعا الليمون يا جماعه بيزيل معايا اي غمقان، اي اسمرار في الايدين، لو عندك العقل مش متوحده، كل ده بيوحد ايديكي وبيخليها ناعمه وبتلمع